واهلا بك ابو الاصدقاء في ثالث درس من دروس سلسله المطبوعات. حرفيا في الدرس ده خليك تصمم كيس قهوه باقل من 10 دقائق ويطلع معاك بشكل احترافي جدا وتبدا تبعته المطبعه بدون اي اخطاء. وفي الدرس ده هتفهم ان هي مش بالعناصر الكتير او الصور الكتير، هي صوره واحده وسلوجان وتكتب التايبو بشكل احترافي وتبدا تبعت الفايل. فمهم ان انت تتابع معايا الاخر عشان اقول لك ازاي جبت الفكره وازاي عرضت التصميم على موك اب وبعته للعميل وعجبه جدا من اول مره. ومهم ان انت تجيب كوبايه قهوتك لان احنا طبعا هنشرح حاجه تخص القهوه، فلازم تجيب كوبايه قهوتك. وطبعا ما تنساش كومنتك ولايكك وتعمل سبسكرايب في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه. ويلا بينا نبدا. طيب يا شباب، هو ده التصميم بكل بساطه. انا جبت الصوره حطيتها في الجزء ده وكتبت السلوجان وكتبت التايبو او الاسم بتاع البراند وحطيت الخط ده اللي هو بيقول لك ان مكان الفتح بيكون من الجزء ده. فطبعا بالنسبه للمقاس، المقاسات مش ثابته، انت بتشتغل بناء على المقاس اللي بيجي لك من العميل. خلاص، فمثلا هنقول ان احنا هنشتغل على مقاس 15 في 20 وهشتغل بالسنتيمتر، فالبكسل ده غيرها لسنتيمتر، العرض هخليه 15 والارتفاع هخليه 20 سم. طبعا الريزوليوشن بيكون 300 في المقاسات الصغيره. وهشتغل معاك سي ام واي كي عادي جدا كاني هطبع وهبدا ادوس كريت. اول حاجه كده هعملها هروح للصور وهقول لك كل صوره حملتها ازاي. طبعا انا رحت على فري بيك وكتبت هنا في السيرش كوفي وجيت هنا اخترت بريميوم عشان انقي حاجه قويه شويه، وبدات ان انا انزل لحد ما لقيت الصوره دي. طبعا انا هسيبها لك في الديسكريبشن. وتاني حاجه بدات اعملها هي ان انا رحت عشان احمل موك اب، فكتبت في السيرش كوفي موك اب وبدات ان انا ادور، وطبعا خليت الفايل هنا يكون بي اس دي. وطبعا بدات ان انا ادور هنا على موك اب لحد ما نزلت الموك اب اللي انت شفته في الصوره المصغره. فدلوقتي هروح معاك على التصميم وهبدا ان انا ابني معاك التصميم من الصفر. فهرجع للصور وهجيب الصوره بتاعتنا، هبدا اشدها على البرنامج كده وهبدا انزلها في الجزء ده. بعد كده هجيب اداه الريكتانجل من هنا وهبدا ان انا ارسم ريكتانجل بسيط كده في الجزء ده، وبعد كده هطلع بيه على اول الصوره بالظبط، وهدوس دبل كليك في الجزء ده على اللاير واختار اللون اللي هو البيج الفاتح سنه ده وهبدا ادوس اوكي. بالنسبه بقى للباك جراوند، وقفت تحت على الباك جراوند من هنا وبدات اروح للادجستمنت وبدات اروح للسوليد كلر وبدات ابيك لون بني من الالوان البني اللي موجوده عندي هنا وبدات ان انا اغمقه شويه. تمام، بعد كده رجعت للصور تاني وبدات ان انا اشد الباترن دي معايا مساحه بتاع البرنامج وبدات اخليها في الجزء ده. وطبعا ما سبتهاش كده، انا قللت الاوباست بتاعتها لحد ممكن 20% او لحد 20% كويس. وبدات ان انا اكتب التايبو عادي جدا، واسم المحل ده هو الذهبي، هو اسمه الذهبي للبن البرازيلي. تمام، ولكن انا كتبت الذهبي لوحدها الاول وبدات ان انا اغير الفونت ده اسمه طفولي ارابيك ديمو، وهتلاقي ان انا بستخدمه تقريبا في كل الشغل بتاعي. هبدا ان انا اكبر اسم في الجزء ده كده، ولكن الاول انا محتاج امن 2 سم من فوق عشان ده المكان اللي بيتفتح منه الكيس. تمام، فاروح على فيو وهبدا اختار جايدز وهختار نيو جايد وهبدا هعلم على اول واحده دي وهبدا اكتب في المربع ده 2 وهبدا ادوس اوكي. هنا هو مأمن لي 2 سم المكان اللي بيتفتح منه الكيس. بالنسبه للكلمه او بالنسبه لعنوان البراند انا هسيبه كده دلوقتي وهبدا اكتب للبن البرازيلي وهبدا اغير الفونت لفونت اسمه دي اي ان، انا برضو بستخدمه تقريبا في معظم شغلي، وهبدا اصغرها واجيبها في الجزء ده كده. تمام، طيب بالنسبه لكلمه الذهبي هتقف عليها وهتروح على الكاركتر من هنا وهتبدا تعلم على علامه الاس تي من هنا، هتبدا تلحم لك اللام في الالف بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هتدوس كليك يمين وهتبدا تروح على كونفيرت تو شيب عشان احول اللاير لشيب. بعد كده هضغط على حرف الاي من الكيبورد عشان يجيب لي الدايركت سيلكشن تول، كليك يمين عليها واختار تاني واحده. تمام، وهبدا اعلم على الجزء ده كده. بعد كده هبدا ادوس كنترول تي عشان امسك الجزء ده لوحده وهثبت صباعي على شيفت وهبدا انزل بالجزء ده كده عشان يمط لي حرف الالف لتحت، عشان جنب حرف الالف كده هبدا اكتب باقي الكلام. كلمه للبن البرازيلي هبدا اخليها باللون الابيض عادي جدا وهبدا اخد منها كوبي وانا مثبت صباعي على الت برضه وهبدا اكتب للبن البرازيلي بس بالانجليزي، هكتب برازيليان كوفي عادي جدا. وهبدا اجي عند الكاركتر من هنا وهاجي في الجزء ده وهبدا اسكرول بالبكره بتاعه الماوس لفوق عشان يوسع لي المسافات بين الحروف، وهمسك الكلمه بكنترول تي وهبدا اصغرها كده واجيبها في الجزء ده. طبعا الحاجات دي بتدي شكل جمالي مش اكتر، وهبدا اغير اللون بتاعها للون البيج مثلا. تمام، وهبدا امسك كل الليارات دي وهوسطنها في النص كده وهكبرها شويه. طيب دلوقتي انا هرجع للتصميم اللي انا كنت عامله وهتلاقي ان الكلمه عليها افكت كده. انا ازاي عملت الافكت ده؟ بكل بساطه رحت على فريبك وبدات ان انا اكتب هنا في السيرش تكست افكت كوفي وبدا يظهر قدامي شويه حاجات هنا، بدات ان انا انزل برده لحد ما لقيت الافكت ده وبدات اعمل له داونلود وفتحته على الالستريتور. وبعد ما اتفتح معايا الالستريتور كده هرجع للفوتوشوب تاني وهبدا ان انا اسحب الكلمه على الالستريتور، ولكن مهم ان هي تكون باللون الاسود مش باي لون تاني، وهكبرها في الجزء ده كده. وهتلاقي عندك كلمه فوق اسمها ايمج تريس، هتدوس عليها كلمه هتتحول
هتتحول معاك لفيكتور، وبعد كده هتدوس على اكسباند، وبكده الكلمه اتحولت معاك لفيكتور. لو كبرت وصغرت فيها مش هتبكسل معاك. بعد كده هجيب اداه الماجيك تول وهدوس على الابيض كده، وهبدا ادوس ديليت عشان يشيل لي الابيض. بالنسبه بقى للافكت ده انا عايز اطبقه على الكلمه. انت هتطبقه على الكلمه ازاي؟ طبعا الافكت عندي هنا عشان انا كنت مستخدمه قبل كده. عشان تخليه عندك في الجرافيك ستايل من هنا هتبدا تروح على ويندو، وهتبدا تدور هنا على جرافيك ستايلز هتظهر معاك. ولما تظهر معاك من هنا هتقف على التكست ده، وهتبدا تيجي هنا هتدوس على علامه الزائد دي، هيبدا التكست يتضاف معاك هنا. هتقف على الكلمه بتاعتك، بعد كده هتعمل سيلكت على الكلمه بتاعتك، وهتيجي على الافكت اللي انت لسه ضايفه وهتدوس كليك واحد بس، هيبدا يتطبق على الكلمه عادي جدا. طيب دلوقتي بقى بعد ما تطبق هتلاقي ان الكلمه تخينه معاك. لو كبرت الكلمه هتلاقي السمك بتاع الافكت ده بيصغر، فانا هكتفي بالحجم ده كويس. بعد كده هبدا ادوس على كنترول سي وهروح للفوتوشوب، وهبدا ادوس كنترول في عشان اجيب التكست معايا هنا، وهبدا ادوس اوكي، وهبدا اصغر الكلمه على قد الكلمه اللي انا كنت عاملها في الاول. بعد كده همسح اللاير اللي تحت خلاص انا مش عايزه، وهبدا انزل بالكلمه كده شويه، والكلام اللي تحت هبدا انزل بيه سنه. فهتلاقي ان انت عملت الافكت بشكل احترافي جدا وبشكل بسيط وما تعبناش فيه تقريبا. امسك الكلمه بس بكنترول تي وهبدا اصغرها شويه وانزل بيها سن بسيط. دلوقتي هبدا اكتب السلوجان في الجزء ده. وعلى فكره الصوره دي انا اخترتها بناء على السلوجان بتاع المحل، لان السلوجان بتاع المحل بيقول مش مجرد فنجان قهوه، فانا حاولت ان انا اختار صوره فيها لقطه لفنجان قهوه. تمام، فهكتب الكلمه بتاعتي عادي جدا، وهبدا اجي عند الكاركتر من هنا وهبدا اغير الفونت بتاعي للفونت ده اسمه دي جي ان، وهبدا اشده واخليه اول لاير فوق، وهبدا اخليه باللون البني عشان يبقى في كونتراست بينه وبين اللون البيج اللي تحت، واخليه في النص بالظبط. طبعا قلنا لو حبينا نخلي اي عنصر في النص بتدوس على كنترول اي من الكيبورد عشان يعمل لك سيلكت كده، ومع السيلكت ده بيبدا يظهر علامات الالاين من فوق. هتيجي بس عند الجزء ده وهتبدا تدوس عليه عشان يجيب لك الكلمه في النص بالظبط. بعد كده هتدوس كنترول دي عشان تلغي السيلكت. الخط بقى اللي انا عامله من فوق ده اللي بيقول لك ان ده مكان الفتح بيتعمل ازاي. هرجع للإليستريتور مره ثانيه وهروح عند اداه اللاين من هنا، هبدا اضغط عليها وهبدا اشد لاين كده وانا مثبت صباعي على شيفت عشان يجي معايا بخط مستقيم. تمام، بعد كده هروح على كلمه ستروك من هنا، ولو جيت في اي مربع من المربعين دول دوست على السهم ده وبدات تنزل كده هتلاقي علامه المقص، هتبدا تدوس عليها عادي جدا، هيبدا يرسم لك المقص من هنا. طيب انا عايز بقى الخط ده يكون عباره عن نقط، هتيجي بس عند كلمه داش ذا لاين دي هتبدا تعلم عليها. شكرا كده الخط بقى معاك عباره عن نقط. بتبدا ان انت تغير لونه عادي جدا، وبتبدا تسحبه على الفوتوشوب، وبتبدا تحطه في الجزء اللي فوق ده، وبتبدا بعد كده تبعت الفايل للطباعه. طبعا دلوقتي هنبقى عايزين نعرف ازاي بنبدا ان احنا نسيف الفايل عشان نبعته المطبعه. قلنا في الفيديو اللي فات ان انت بتسيف الفايل مرتين، مره اليارات بتكون مفتوحه فيه عشان لو رجعت تعدل، ومره بتقفل الفايل بشكل نهائي وبتبدا تبعته. دلوقتي انا عايز اسيف الفايل ويكون مفتوح معايا. هبدا ادوس كنترول الت اس، وهبدا اجي من هنا اختار تي اي اف اللي هي اخر واحده. انا بختار الصيغه دي عشان هي بتكون فاتحه لي اليارات عادي جدا، وفي نفس الوقت بتكون باينه كصوره. فدلوقتي هسيف على الديسك توب عادي جدا، وهبدا ادوس سيف، وهتبدا تدوس اوكي، وهتبدا تدوس اوكي تاني. بعد كده بتدوس على كنترول وشيفت واي من الكيبورد عشان يقفل لي التصميم يكون عباره عن صوره، وبتبدا تدوس على كنترول الت واس تاني، وبتبدا تختار من هنا الصيغه تكون جي بي جي يعني صوره عاديه جدا، وبتبدا تسميها، وبتبدا تسيف الفايل بتاعك وبتبعته للمطبعه كديكومنت مش كصوره عشان الريزوليوشن بتاعها ما يقلش. دلوقتي احنا عايزين نعرض التصميم بتاعنا على موكب بشكل احترافي. انا هروح افتح الموكب اللي انا كنت محمله وهسيبه لك برده في الديسكربشن، هيتفتح معايا بالشكل ده. لو جيت هنا في الجروب ده وبدات ادوس دبل كليك على السمارت اوبجكت هيفتح معايا المساحه دي. هرجع للديزاين بتاعي وهبدا اشده على المساحه دي كده، وهبدا امسكه بكنترول تي وهبدا اصغره على قد المساحه دي بالظبط. طبعا هو مش هيجي على قده بالظبط، ولكن انت بتقعد تظبطه على قد ما تقدر، وكده كده في الموكب بيبدا يظبطه. تمام، دلوقتي هدوس كنترول اس وهرجع للموكب تاني، هيبدا ان هو يتعرض معايا بالشكل ده. وهاجي على اللاير اللي تحت هبدا ادوس دبل كليك على السمارت اوبجكت، وهبدا ارجع للديزاين هسحبه مره تانيه، وهبدا اظبط ابعاده كده بالشكل ده. بعد كده هدوس كنترول اس وهرجع للموكب هيكون معروض معايا بالشكل ده، ولكن هو هنا خرج بره الديزاين. هبدا ارجع تاني وهصغر الحجم بتاعه شويه، وهبدا ادوس كنترول اس مره تانيه هيبدا يتظبط معاك بالشكل ده. وبس كده يا صديقي، وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. اتمنى اكون عرفت اوصل لك المعلومه بكل بساطه وبكل سلاسه. وعايز اطلب منك طلب، ما تاخدش التصميم اللي انا عامله ده تعمله بالظبط. خد الصوره اللي انا محملها، ابدا طلع منها افكار، روح لشات جي بي تي قول له اديني برومبت اطلع منه افكار تانية للصوره دي، وابدا صمم وابدع. ولو هتطبق ورايا اعمل لي منشن على اي جروب من جروبات المصممين. وبس كده بالاصدقاء، اشوفك في فيديوهات جايه احسن واحسن. سلام.